بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. طبعا أنا خدت النهاردة جولة سريعة كده في سيدنا الحسين رضي الله عنه. طبعا الشارع ده كله عبارة عن توابل. عايزة اقول لكم انا خلصت الجولة دي وخرجت من الشارع ده كنت هموت، لان انا عندي جيوب انفية. طبعا ندمت اللي ما حطيتش كمامة طبعا، لان صدعت بصراحة، لان ريحة التوابل طبعا اللي هو لو حد عنده جيوب انفية هيعرف شدة الألم بتاعة روايح التوابل. كل التوابل طبعا، العربية الهندية، أي توابل تحتاجيها في الشارع ده يعني من ناحيتين توابل، كل ما تتمنيه وكل ما عينك تحتاجه، أو كل ما تحتاجيه في بيتك بمعنى أصح. هي أم أحمد كل عينك تحتاج، العين اللي بتطبخ ولا لا طبعا احنا اللي بنطبخ، بس تعب معلش بقى، استحملوني بقى. القهوة دي طبعا حابة انت هو يعملها لك عنده، حابة تاخديها انت كده وتصحنها عندك في البيت عادي خالص. التوابل حلوة جدا. انا طبعا ما اشتريتش النهاردة بصراحة، انا كنت بس قلت طبعا ده خضر العطار، مش عارفة انا صورته لكم قبل كده ولا لا. ده اللي صور فيه طبعا عادل امام. حبيت اصور لكم حاجة، حتة صغيرة خالص كده من جوه وانا ماشية كده على السريع. ماشي يا حبايبي، صلوا على النبي كتير. يلا يا حبايبي، لو وصلت معايا الفقرة دي طبعا لايك، الكومنت الجميل، ربنا يسعدكم يا رب ويوفقنا جميعا يا رب العالمين. طبعا حابة اقول لكم حاجة مزعلاني بصراحة من امبارح. انا كنت دخلت طبعا على قناة، يعني هي كبيرة، مش يعني جنبي انا قناة كبيرة، فكتبت حاجة كده. ده طبعا دخلت شارع المعز بإذن الله، بإذن الله هصور لكم في يوم فيه، بس ما يكونش يوم جمعة، لأن النهاردة أنا جاية تعبانة جدا 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 من المشوار. المشوار كان صعب النهاردة، مش عارفة عشان أنا تعبانة ولا مش عارفة. إن شاء الله هصور لكم في يوم بإذن الله. تمام. فأنا كتبت تعليق فيه، مسحوا اللي صاحبة القناة مسحت لي الكومنت اللي انا كتبته او التعليق اللي انا كتبته. ف يا جماعة، انت ما طلعتش لقيت نفسك كده طبعا، وربنا بإذن الله هيكبر بخاطرنا. فأنا حبيت بس أقول لكم، يعني في مواقف كتيرة اللي بيكبر بخاطر حد أو بيطبطب على حد أو بيتكلم كلمة في حق حد، ربنا طبعا بيقف جنبه، وربنا بيقدره وبيقويه. عايزه اقول لكم، واحده كانت ماشيه ما معهاش الا تمن الفطار بتاعها في الشنطه بتاعتها. عيل صغير قال لها لو سمحتي انا جعان عايز اكل، وكان واقف طبعا في حته زي الخرابه كده، او حته مهجوره بمعنى صح، لو اللي ما يعرفش ايه معنى ايه خرابه. فاخدته، هي ما كانش معاها الا واد واحد بس، اخو جوزها رماها طبعا وقال لها امشي من الشقه، فراحت اجرت شقه وقعدت فيها. فشافت الواد الصغير دوت بيعيط انا جعان، اخدت الواد وراحت جابت له الاكل. فالقصه او معنى اللي انا قلت لكم، الكومنت اللي هي مسحته لي ده، ربنا سبحانه وتعالى هيخلص. انا مش هقول الله يسامحها، بس مش هقول ازيد من كده. فالست اخدت الواد وقالت له تعالى يا حبيبي شوف انت عايز ايه، خد اللي انت عاوزه. وكان اكلها، يعني الفلوس اللي اديتها للواد جابت له بقى ده تمن فطارها اللي هتجيب بيه. انا مش مشكله، انا استحمل، انما الطفل الصغير ده ما يستحملش. تمام. فاخدت جابت له اللي هو عاوزه وقال لها شكرا يا طنط، وراحت ماشيه رايحه شغلها. طبعا خصموا لها طبعا في الشغل، واحده اللي هي المديره بتاعتها طبعا اتخانقت معاها طبعا وبهدلتها. المهم روحت من شغلها، كانت بتربس الباب على ابنها، ما كانتش بتاخده معاها الشغل طبعا. الواد كان بيقضي طبعا، ده كان الحسين طبعا. صورت لكم الحسين من بره كده لانه مصوره لكم قبل كده من جوه. فروحت مالك يا حبيبي انت النهارده مبسوط وبتضحك، انت كل يوم كنت بتبقى زعلان وهي جاي من الشغل.
قال لها يا ماما اصل حسين صاحبي كان معايا، فهي ما خدتش بقى وحطت في دماغها، قالت بيقعد على النت بيسمع التلفزيون، فما اخدتش وكده. فالمهم تاني يوم قال لها يا ماما لو سمحتي لو رحت الشغل بكره ما تديش الباسورد بتاعك لحد. قالت له ليه؟ قال لها هو حسن قال لي كده. المهم راحت شغلها تاني يوم، فاللي هي معاها في الشغل بتطلب منها الباسورد، اللي انا نسيت الباسورد بتاعي او عايزه اعمل حاجه وعايزه الباسورد بتاعي. فافتكرت ابنها قال لها ايه، فمرضيتش تديها الباسورد. لو كانت ادت لها الباسورد ده كنت ده بقى وانا راجعه. يا رب بس الخص لكم الحكايه على السريع. كانت كميه زحمه بقى، كنت راجعه كده انا بقى في الطريق من الحسين. اللهم صل على رسول الله. ف مرضتش تدولها. فالتانية بقى هي اللي عشان هي اللي عملت الباسورد طبعا، كانت مشكلة كبيرة كانت هتبقى لها. المهم روحت فقال لها يا ماما حسن بيقولك تعالي خديني من مكاني. قالت له طب تعالى معايا كده بنروح نشوفه. اخدت ابنها وراحت لقت جثة في مكان الواد ما اديت له الفلوس، كانت في جثة في شوال كده. المهم اخدت الواد، بلغت البوليس طبعا، وجم خدوا وندهم وشافوا مامته جابوها. ابنك ده يا ست ابنك هكمل لكم بقى ان شاء الله المرة الجاية في رعاية الله.